كابتن فريق النادي الاهلي في الملعب، عملت جون هايل لعماد متعب، ثقه في النفس غير طبيعيه، ضربات جزاء، حكم، كل حاجه النهارده حصلت. الحمد لله ربنا كرمنا، انا مبسوط بالصعود. اللعيبه تستحق طبعا، عملوا مجهود جامد واتظلمنا زي ما انت قلت. يعني الحكم كان طول الماتش علينا في حاجات كتير بيحسبها. يعني هو طرد هاني بس عشان ما يطردش واحد من الفريق يعني لوحده صياعه حكم. بالظبط. فيعني الحمد لله ربنا نصفنا في الاخر، وقلنا له في الملعب ان في عدل، ربنا عادل، مش هنخرج من الماتش. واحنا كنت بتروح له مش عارف تقول له ايه؟ قلنا له كده، قلنا له ان شاء الله نكسب الماتش، والحمد لله ربنا كرمنا في الاخر. يعني ربنا ما يرضاش بالظلم. يعني انا قلت رادس وحسام غالي وذكريات وتحفيز كبير، وانت لميت الفرقه وكنت بتتكلم معاهم. كابتن سيف كان بيقول قبل الهوا وبتتكلم مع اللعيبه وبتشد لعيبه. الوقت ده محتاج كده حسام؟ والله الوقت ده محتاج كل واحد يبقى قلبه على النادي الاهلي وعلى فريق النادي الاهلي. تعالى ست. الحمد لله يعني. طب انت مصمم هعمل ايه؟ يا جماعه انا لغيت اللقاء الاولاني وجيت اللقاء الثاني. حسام والله انت لا فتره صعبه احنا بنمر بيها، بس الحمد لله دي مجهود كبير واستحقينا الفوز الحمد لله. ليه الجمهور؟ ان شاء الله اللي جاي احسن. يعني جمهور اللي بيحبك، الجمهور اللي بيحب حسام غالي ومتمسك بحسام غالي ورافض اي رحيل لحسام غالي. يقول له اللي جاي احسن ان شاء الله. النادي الاهلي نادي كبير ما بيقفش على حد، ان شاء الله اللي جاي احسن. يعني لحظات صعبه، حسام غالي كاتم العياط. اللقاء الاولاني انا هعرضه على فكره وهو مش قادر يتمالك نفسه. النجم الكبير حسام غالي، مبروك. ربنا يبارك فيك يا مهيب. انا مش عارف اقول لك مبروك ولا ايه بالظبط. ما هي مبروك. مبروك طبعا. تقول ايه للناس اللي بتتكلم عن حسام غالي؟ حسام مبروك الفوز. يعني طبعا انا حاسس بيك وانا زيك، يعني انا زيك لان انا عارف حسام غالي. يا ريت الناس تخف شويه على حسام غالي.